تصويبة. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الإعجاب، لايك، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ملعوبة لفريق الشبيبة وحسن الشبيبة به اللمسة، كرة اختيرة من الجهة اليسرى، توزيع كرة في القامة الثانية، الترويج ثم الكرة الثانية، محاولة التصويب، يعمل مراوغة زيقة، ملعوبة الكرة مباشرة دون خطورة، ثم التوزيع رين عن خطيرة، والحارس ملعوبة من الزيري في القامة الثاني، يدخل رين عنان، يوزع كرة وبعيدة، يوزع الكرة الدفاعي، يتدخل بالراس ليتوال، كرة من سينغور يحاول يتعدى، موسى توزيع تنفيذ ريان حمروني، ملعوب الكرة خطيرة. شوف الإعادة، مشكور الزميل ياسين النووي مخرج، يحاول يلعب كرة وملعوبة بالراس، اي 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 عن طريق عسيب على ما يبدو، الكرة في القلي، كرة ملعوبة ثم تعود هذه المرة متفتن من زيت العملية، ثم توزيع ليكانو، الهدف الأول والهدف ليكانو بقذيفة من بعيد، الفرحة كبيرة، هستيرية في ملعب يكانو، خضرة وبيض اللون، يفتتح باب التسجيل، وهذه كرة في الشباك. حكم اللقاء سيناريوهات، شوف القذيفة من بعيد، تصويبة ساحقة، هذا صاروخ الكرة، وهذه المرة أي هدف يا عبد الله، تصويبة اي 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 وقلق دفاعات ليتوال، شوف بين زوز ملاعبية، يستلم الكرة، كرة ملعوبة ومحاولة أخذ الكرة بريق النجم الساحلي، ملعوبة الكرة تعود بالراس من دفاعات الجي اس كات، ثم جيسان يحاول يصوب لكن تصويبة، ويتدخل عزيب موجود في المكان المناسب، ترجع لوسام عبيد إلى سيدريك كبو، سيدريك باهي الفكرة إلى سيم الخضراوي، سيم الخضراوي يوزع كرة إلى محمد ريان عنان، ريان عنان حط الكرة لفادي بن شوك، ثم اللمسة بشكل فيه برشا رعونة، لكن وصلت الكرة ترجع مبيح لليبي لتصويبة لكن بعيدة، توزيعة كرة خطيرة، المحاولة وبعيدة، ضربة المخالفة، كرة خطيرة، يدخل الدفاع من عمار، كرة ثانية غفران، حتى الكرة موجود في الاوفسايد، حتى على كرة يبحث عن سينغور ياخوها من بير، قدم نفسه، لعب الكرة من اسكندر النفاتي في القامة الثاني، ويطلع الحارس بالبوكسينج، ثم الكرة عليه محمد الضاوي كريستو التمهيد، كرة خطيرة، وجه لوجه، خطيرة 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 خطيرة، تمهيد والدفاع يدخل لمحمد الضاوي كريستو، هرب اعطى اللمسة، ثم أسامة عبيد بلمسة ويوزع كرة خطيرة، وحارس محمد عزيز جاوي لف ويدور، أسامة عبيد وزع، ضربة الركنية ملعوبة من أسامة عبيد، يتدخل بالراس وممتاز، والكرة الثانية ورائعة ملعوبة في القائم الثاني، يتدخل سيدريك كبو، زيت العملية والكرة تعود للفترة الثانية، كرة ملعوبة، يتدخل ممتاز بانغالي سيسي بشكل سريع، ثنائية ترجع لوجه كشريدة، وجه كشريدة يوزع الكرة في القائم الثاني، وخطير مرة أخرى مناطق الجزاء، توزيع كرة وتصويبة فوق المرمى، التوزيع من أسامة عبيد بعيد رين عنان، ثم يحاول يوزع لكن متفتن على الزبجاوي، كرة ملعوبة بالراس، جيسلان كرة ثانية بن عمر، تصويبة وهدف التعادل، بس في الدواء الناجحة لفريق النجم محمد امين، وهدف ولا عليك، اي هدف، اي بونتو من محمد امين بن عمر، وهدف جميل جدا للنجم الرياضي الساحلي، اليسرى يحاول توزيع ثم خاطئة، لمسة كرة رين عنان يوزع كرة، ثم مزت العملية دخل لعب الكرة، ضربة ركنية في القائم الثاني، ممتاز الحارس، تيب الجديد بالوصفة السحرية، شنو حطيت لها يا محمد علي نفخة صغير، ملا لمسة من رين عنان، ما كانش الكرة امام بصغير لا يرفض الهدية، حيلية للنجم، اي كرة وريان واي. أهلا بكم في ملخص القمة المثيرة بين النجم الرياضي الساحلي وشبيبة القيروان. مباراة شهدت سيناريو جنوني في الدقائق الأخيرة. بدأت المباراة بضغط كبير من جانب شبيبة القيروان، التي نجحت في مباغتة الجميع بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب عبدو ليكانو. حاول النجم الساحلي العودة في اللقاء طوال الشوط الأول وبداية الشوط الثاني، وفي الدقيقة 69 نجح محمد أمين بن عمر في تسجيل هدف التعادل للنجم الساحلي ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر. وفي اللحظات القاتلة من المباراة، وتحديدا في الدقيقة 91،
خطف ماهر بالصغير هدف الفوز الثاني للنجم الساحلي، ليعلن عن ريمونتادا مثيرة وفوز ثمين لفريقه. بهذه النتيجة يحصد النجم الساحلي 3 نقاط غالية في مشوار البطولة. هارد لك لشبيبة القيروان على الأداء القوي اليوم. ما هو تقييمكم لأداء ماهر بالصغير وهدف الفوز القاتل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.